بعد معركة أنوال المسلمين في كاع بقاع العالم وخاصة المغرب فرحوا بزاف بهذا الانتصار العظيم اللي حققوه أبطال الريف بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي. والملك الإسباني فقد صوابه من شدة الصدمة ومن أهوال الأخبار اللي جابوها ليه الجنود اللي هربوا من الجحيم ديال الريف. وفي نفس العام الحكومة الإسبانية استقلت وتشكلت حكومة جديدة والعسكر تقسموا. الجرائد الأوروبية كلها تتهضر على هذه المعركة الخالدة واللي صدمات الأوروبيين واللي كتعتبر في العالم بمعجزة أنوال. معركة بثلاث مجرى التاريخ. وفي عام 1922 إسبانيا جمعت 20,000 جندي باش يهجموا على الريف، ولكن التاريخ عاود نفسه وتلقاو نفس الهزيمة واللي كتعتبر صفعة أقوى من الأولى. والعالم بدا كيشوف في الخطابي رمز للتحرر والمقاومة. والإسبان في نفس العام تلقاو هزيمة أخرى في خليج الحسيمة، وزيد عليها الهزائم اللي تلقاوها على يد الشريف أحمد الرسوني في جبالة اللي كان حتى هو تيقود ثورة ضد الاحتلال الإسباني. هنا فهمت إسبانيا أنها ما وقفاش قدام قبائل متفرقة ولكن قدام أبطال ومجاهدين اللي مستعدين يضحيوا بريوسهم في سبيل الوطن والحرية. ودار مؤتمر بطارة في نفس العام والهدف هو يقضيوا على المقاومة في الشمال المغربي. وبعد سلسلة من الانتصارات دارت هدنة بين الريف وإسبانيا بعد ما تحررت مناطق الريف كاملة من غير مليليا. وهنا بدأت مرحلة جديدة في التاريخ، قيام حكومة دستورية باش تسير شؤون الريف، وذلك بتأسيس جمهورية الريف اللي كان على رأسها محمد بن عبد الكريم الخطابي. واختار الخطابي لقب الأمير ماشي حبا في السلطة ولكن نسبة إلى أمير الجهاد، وبدا مشروع الإصلاح الكبير. علم الناس الدين الإسلامي الصحيح ورسل بعثات علمية لعدة دول وحد صفوف القبائل اللي كانت من قبل متناحرة تحت راية واحدة. إسبانيا بطبيعة الحال ما غتسكتش، بدات الدسائس ديالها وتتحاول تفرق بين الجبالة والريف، والتعاونات مع مشايخ الطرق الصوفية بحال الدرقاوية اللي صدروا فتاوي بتحريم الجهاد مع الخطابي. ورغم هذه الفتاوي المقاومة الخطابية ما توقفاتش، الخطابي زاد قوى والمجاهدين حرروا بزاف ديال القبائل اللي كانت تحت سيطرة الإسبان. وقعات معارك ورا معارك وكل مرة الإسبان كيتكبدوا خسائر كبيرة، والغنائم اللي كانت كتجي من هذه المعارك كانت كتقوي الصفوف. والخطابي بدا كيبعث رسائل للمقاومين في وسط المغرب كامل اللي كان محتل من طرف الفرنسيين، رسائل معلقة في الأسواق والشوارع وكتوزع على الطيور وكتنادي بمساندة الريف ويحاربوا المستعمر باش تحرر البلاد. وهاد الرسائل عطت صدى كبير، خرجت حركة وطنية شعبية، الناس بداو يجمعوا الأسلحة يصيفطوها للمجاهدين. وفرنسا بدات كتستعمل القمع تفتش ديور وتعتقل أي واحد كيتعاطف مع الريف. بدات فرنسا كتفتش ديور وتعتقل أي واحد كيتعاطف مع الريف، ودارت مؤامرة سرية ديال الوطنيين كيقوموا باغتيال الجنود الفرنسيين وتستهدفوا مسؤولين وأي واحد متعاون مع المستعمر. والبلاد شعلات والثوار ولاو في كل المغرب من الجنوب للشمال وكينضموا لحركة التحرير. شرارة الريف ولات نار في كل البلاد وهدفهم تحرير الوطن. والثورة الريفية ما بقاتش غير في جبال الريف، جرات على الإسبان حتى وصل للسواحل، والخطابي أصبح هو المنتصر. الشمال كامل ولا تحت القيادة ديالو. وفي عام 1924 تعقد مؤتمر شفشاون اللي حضروه شيوخ وزعماء الشمال وعلنوا فيه وحدة الريف وجبالة تحت راية وحدة وتحت قيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي. وكان الشريف أحمد الرسوني من بين هاد الزعماء واللي دعا لتوحيد الصفوف تحت قيادة الخطابي. بعد ما أسس الخطابي حكومة دستورية جمهورية مستقلة وحرر معظم الريف المغربي ولا عنده جيش كبير وقوي وكل مسلح من الغنائم اللي خداها من المعارك اللي دازت. هذه القوة خلت فرنسا ترتبك، وخصوصا أن مصالحها في الجنوب بحال فاس كانت مهددة. وبدات فرنسا كتشوف في الخطابي خطر حقيقي على وجودها، فبدات كتضرب مواقع الريفيين وتشن هجمات على الريفيين. والأمير الخطابي كان قريب يحرر فاس لكن تراجع في الأخير، ماشي حيت ما قادرش، لا بالعكس كان قادر يحررها من الاستعمار الفرنسي لكن تراجع خوفا على المدينة وعلى مكانتها العلمية من التدمير لأنها كانت رمز للعلم والدين. وفرنسا حتى هي كانت باغا تحتل الريف ولكن ما قدرتش. احتاج النهار الأسود، النهار اللي اتفقت فيه فرنسا وإسبانيا على توحيد الصفوف وإطلاق تحالف رهيب ضد محمد بن عبد الكريم الخطابي والريف. وانضمت إنجلترا لهذا التحالف ورسلت سفن حربية للسواحل باش يحاصروا الريف من البحر. ورفضوا يعترفوا باستقلال الريف وفرضوا عليه شروط قاسية، لكن رفضها بشجاعة وعارف الخطابي أن المواجهة جاية لا محالة. وعقد اجتماع مع القادة والجيش باش يوجدوا خطة دفاع ضد التحالف الكبير. وفي أواخر 1925 إسبانيا وفرنسا قرروا يهاجموا على الريف بجيش كبير بزاف، أكثر من 280 ألف جندي ضد حوالي 60 ألف مقاتل ريفي فقط. بدأت البوارج البحرية الإسبانية كتضرب في سواحل الحسيمة باش توصل لأجدير
عاصمة القيادة ديال الخطابي، المدافع والطائرات والغازات السامة كلشي استعملوه ضد الريفيين، ورغم القصف المتواصل الريفيين صمدوا بشجاعة أسطورية وكبدوا العدو خسائر كبيرة، وانسحبوا الإسبان لتمسمان وكيقصفوا منها أكثر من شهر. ومع الوقت نقص السلاح والذخيرة عند الريفيين واللي كانوا كيستعملوا في بعض الأحيان غير القنابل اليدوية والأسلحة البيضاء. وأيضا تفرق المجاهدين بين جهتين، واحد تيحارب ضد الإسبان في الشمال وقسم آخر ضد الفرنسيين في الجنوب، ولكن بقاو صامدين وحتى جا النهار اللي تقدمت فيه القوى الإسبانية وسيطروا على أجدير. وانتشرت الأخبار بسقوط عاصمة الريف، وبدات الطائرات كترمي منشورات على الثوار كيطالبوهم بالاستسلام، وعطاتهم مهلة 3 أيام فقط. لكن المجاهدين ما استسلموش، والأمير الخطابي دار خطة دفاع في جبهة أجدير ووزان، واللي ما قدرتش فرنسا أنها تتقدم، وخسروا بزاف في هذه الحرب، والمجاهدين بقاو صامدين بلا خوف.